ازاي اكون بحارب وعايزه اعمل نظام للولاد علشان الشاشات واقلل الاوقات اللي هم بيقعدوا فيها على الشاشه، وانا نفسي مش عارفه اعمل كنترول على نفسي وماسكه الموبايل على طول. قال لي يا ماما انت عماله تقولي لي سيبي التابلت الوقت بتاعك خلص وانت ماسكه الموبايل من الصبح. وانا بصراحه ما كانش وقتها عندي رد، بصيت له وسكت. فلو عندك نفس المشكله يلا نشوف ازاي نحلها مع بعض. انا انجي سعيد، ام مهندسه، بساعدك انك تفهمي التكنولوجيا اكتر وتكوني واعيه اكتر عن الشاشات واستخداماتها. في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الولاد، عن الخوارزميات، عن القواعد، عن ازاي ان احنا نخلي البيت فيه اتفاقيه، كل دوت عشان خاطر الولاد. النهارده بقى هنتكلم عن حاجه تانية خالص، هنتكلم عني وعنك وعن كل واحد مسؤول في البيت، عن الرول موديل، المثال اللي دايما الولاد بيشوفوه وبيقلدوه. وده طبعا مثبت في علم النفس بمئات من الابحاث. حتى احنا كامهات اكيد كلنا شفناه في تربيتنا لاولادنا. عايزينهم نصلي قدامهم، عايزين نحببهم في الصلاه، نصلي مع بعض جماعه. والامثله كتيره جدا. مع اولادنا عاملين قواعد واتفاقات وفاميلي لينكس وريستريكشنز وسكرين تايم. لكن مع نفسنا بقى، انا بصراحه وقعت في المشكله ديت وشفت ان ولادي مش بس لازم يسمعوا كلامي، لازم كمان يشوفوا ده في تصرفاتي. وكنت فاكره بقى ان لا، انا عمري ما هيحصل لي الموضوع دوت، انا عمري ما هقع في الحظيره بتاعت ادمان الموبايلات، ولا عمري هبقى قريبه حتى من موضوع الادمان دوت، ولا ان انا يبقى عندي استخدام زائد للموبايل. لكن كنت غلطانه، حتى مع اني كنت دايما بحط الموبايل مثلا بعيد، مش ببص فيه وانا بلعب معاه، كنت مركزه معاه. بس مجرد ان كان يجي اي اشعار او نوتيفيكيشن يلاقيني سبت كل حاجه ولازم امسك الموبايل وابص فيه. حتى كان ممكن تصرف لا واعي بعمله، ويمكن في اغلبيه الاوقات بصراحه بيكون مش عشان حاجه مهمه ابدا، بس مجرد ان جالي الرساله رد فعل طبيعي. طبعا هو ما كانش بيبقى عارف انها اذا كانت رساله عاديه ولا حاجه مهمه ولا لا، بس هو كان بيشوف تصرفي، وهي دي المشكله. في يوم حتى قعدت اعد انا كام مره مسكت الموبايل قدامه في خلال نص ساعه، بس بصراحه اتصدمت جدا من نفسي. مش علشان الرقم كبير، بس علشان في تناقض ما بين تصرفاتي وما بين اللي انا عماله اقوله له. بطل، سيب الشاشه، كفايه كده، بلاش زن على الشاشات. وانا نفسي ماسكه الموبايل بشكل متكرر في اليوم، حتى لو مش بقعد زيه مدمناه ماسكاه ساعات، بس برضه هو شايف ان انا بستخدمه بزياده. وطبعا اولادنا مش اغبياء خالص، بالعكس هم اذكياء جدا. هم بيتعلموا من تصرفاتنا قبل ما يتعلموا من اي قواعد احنا بنحطها لهم. احنا اتفقنا ان مفيش غلط، احنا كلنا امهات وكلنا بنحاول نطلع من الثقب اللي الحياه التكنولوجيه حطتنا فيه. فنقدنا بقى في ايد بعض كده ونشوف هنعمل ايه عشان نقدر ان احنا نحل المشكله دي، وهو ده اللي بيفرق. واحنا النهارده مش جايين نتكلم عن قواعد الشاشات، لا خالص، احنا جايين نتكلم عن حاجه اهم واكبر من كده بكتير. في مشكلات بتبقى خاصه باستخدامنا للشاشات لينا احنا شخصيا ولولادنا. في دراسه اتعملت على اكتر من 14,000 طفل بتقول ان الولاد اللي عندهم اقل من 5 سنين واهاليهم بيستخدموا الموبايلات قدامهم بشكل كبير جدا، ده بيؤدي الى ان سلوكهم يبقى وحش جدا، بيؤدي يبقى عندهم عنف كمان في السلوك بتاعهم، السلوكيات الاجتماعيه بتاعتهم بتقل، وحاسسهم ومشاعرهم العاطفيه والسلوكيات الطبيعيه اللي المفروض انها تنمو ما بتنموش بشكل طبيعي ابدا. ودراسه تانية اتعملت على 600 مراهق من سن 12 ل 17 سنه، لقوا برضو ان الاهل اللي بيستخدموا حواليهم الموبايل بشكل كبير جدا بيخلي الولاد عندهم تردد، عندهم انطوائيه، مش عايزين يتعاملوا مع الناس، مش عايزين يتعاملوا مع اهاليهم بشكل كبير، وعندهم عدم ثقه في النفس كبيره جدا، لاحساس بعدم الامان والتردد والخوف. وطبعا ده مش معناه ان احنا لازم نكون مثاليين بقى وما نمسكش الموبايل على طول قدامهم، لا طبعا. بس هو الولاد بيحتاجوا ان هم يشوفوا حد يكون انسان طبيعي، يكون بينفذ على الاقل جزء كبير قوي من اللي هو بيقول له ان هو يعمله، لان هم عارفين طبيعي ان احنا نغلط، لان يا اخي صدقيني العاده الاكبر هي اللي بتفضل معاهم. وده معناه ان احنا محتاجين ان احنا نكون واعيين جدا حتى لو بنغلط احيانا. هو هيشوف الوعي وهيشوف العاده اللي انت على طول بتمارسيها انت او باباه او اي حد كبير معاه في البيت. هيركز قوي لما تبقي مضغوطه او زهقانه او تعبانه في وقت ما وكسرتي القاعده دي، هيبقى عارف وحاسس ان في حاجه غلط ومختلفه، علشان كده القاعده اللي انت بتعمليها اتكسرت. لو حسيتي الكلام دوت بيوصفك او بيوصف حاولي تعرفيه، يا ريت تعملي لايك وشير عشان يوصل لناس تانية. وزي ما اتعودنا محتاجين خطوات علشان نشوف ازاي هنقدر ان احنا نسيطر على الموضوع دوت. اول خطوه تعمليها، راقبي نفسك وانت بتراقبي ابنك. شوفي انت بتقعدي قد ايه على الموبايل، مش علشان تحاسبي نفسك قد ما تعرفي الحقيقه وتقدري ان انت تواجهي نفسك بجد ازاي تقدري ان انت تنظمي الموضوع دوت. الموضوع يحتاج منك يومين ثلاثه، سجلي كده جنبك بنقطه، عارفه، او حطي كوين كده في الحصاله كل ما تمسكي الموبايل. شوفي بعد يومين ثلاثه انت مسكتي الموبايل بلا هدف كام مره. مهم قوي موضوع بلا هدف ده، اللي هو تمسكيه علشان تلعبي جيم عليه، او تشوفي نوتيفيكيشن مش مهمه، او تقعدي كده شويه ريلز على السوشيال ميديا، او اي حاجه من الحاجات اللي ساعات بصراحه بنمسك فيها الموبايل اوقات كتيره جدا بتكون مش مهمه، مش علشان شغل او في حاجه ايرجنت بتخلصيها مع المدرسه. كل الموبايلات الحديثه دلوقتي عندها سيلف تراكر، بتقدر تقول لك انت استخدمتي الموبايل قد ايه، وايه اكتر الابلكيشن اللي انت استخدمتيها. وفي كمان بيديكي ريبورت بشكل اسبوعي وبشكل يومي
عن كل الاكتيفيتيز اللي انت عملتيها والابلكيشنز بعدد الساعات اللي انت قضيتيها على الموبايل، وكمان الاوف سكرين تايم بتاعك. وخلي بالك ان احنا كلنا بنمسك الموبايل بطريقه لا وعي، يعني انت مش بتبقي صاحيه من النوم مقرره انا النهارده طول النهار هقعد ما اعملش اي حاجه غير ان اعمل سكرول على الموبايل. لا طبعا، ما حدش بيعمل كده. احنا بالعكس صاحيين عندنا اهداف كتيره جدا ان احنا نحققها، وبنلاقي ان الموبايل بيسرق وقتنا من غير ما نحس. وده بقى بيبتدي يتسرسب لنا كده لما بنلاقي مثلا بقى صوت نوتيفيكيشن، لحظه ملل، حاجه مضايقاني فعايزه اطلع زهقي او وقتي في اي حاجه على الموبايل. ضغوطات الحياه كلنا بنمر بده، فانت مش لوحدك يعني. وبتلاقي نفسك فجاه بدل ما تبصي على النوتيفيكيشن حاجه مش هتاخد ثانيتين، تلاقي نفسك ماسكه الموبايل بقالك نص ساعه مثلا. وده طبعا مش لوحدك، احنا كلنا كده. بس انا عايزاكي تحاولي لما تحصل اللحظه دي انك تحاولي انك تفرملي نفسك وانك تسيبي الموبايل، لان ده هيساعدك مع الوقت انك تكسري العاده دي. من اكتر الحاجات بصراحه، افضل الاشياء اللي ساعدتني جدا ان انا قفلت النوتيفيكيشن على كل الابلكيشنز. مفيش ولا نوتيفيكيشن بيجي لي غير من الحاجات المهمه الارجنت. حتى الواتساب كل الجروبات قفلت عليها نوتيفيكيشن، ما بقاش بس بيجي لي نوتيفيكيشن غير مثلا من الواتساب المهمين اللي هو الاهل، الولاد، ان انا عارفه ان يبقى في ممكن مثلا حد بيبعت لي كذا مره ورا بعض، احس ان في حاجه مهمه. هو ده بصراحه النوتيفيكيشن الوحيد اللي شغال عندي. غير كده قفلت كل النوتيفيكيشن. الموضوع ده فرق معايا كتير جدا. الخطوه الثانيه، اعملي وقت للكبار، ولو مش قادره تعملي وقت البيت كله للكبار ما يبقاش فيه سكرين، اعملي كمان وقت لنفسك انت ما يبقاش فيه سكرين. مهم قوي ان اولادك يبقوا عارفين وشايفين ان الوقت ده ماما ما بتقعدش فيه على السكرين. الوقت اللي على الاكل كلنا نحط السكرينز بتاعتنا او الموبايلات بتاعتنا، الكبار اللي قاعدين على السفره بعيد تماما، مبقاش في اي حد معاه الموبايل على السفره، وخاصه انت. الحاجه التانيه، خلي دايما برضو قبل النوم بوقت كده مفيش موبايل. شايفين ان ماما ما بتستخدمش الموبايل خالص قبل وقت النوم بساعه، وكمان لما تصحي من النوم. مهم قوي العادات ديت ان هم ولادنا يشوفونا بنعملها. خلي دايما ان وقت قبل النوم وصحيان النوم دوت يكون وقت للقران، لصلاه الضحى، لصيام قيام ليل او ركعات زياده بعد العشاء ديت. حتى لو هتقري كتاب، هتلوني، هتعملي حاجه، المهم تبقى حاجه ريلاكسيشن وبعيد خالص دايما عن الشاشه. ويا سلام بقى لو يشوفوكي كمان انت بتعملي شويه تمارين الصبح او استرتشات، هيتعلموا ان ده اسلوب حياه صحي يقدروا ان هم كمان لما يكبروا يعيشوه، او يبقوا عايزين يعيشوا زي اهاليهم. مهم برضو قوي لو انت من النوع اللي بتاخدي مي تايم او وقتك الخاص، ان هم دايما يشوفوكي في وقتك الخاص دوت انت بعيده عن الشاشه، بتعملي اي حاجه مختلفه، مو ان انت قاعده على السكرين. حتى لو بتتفرجي على التلفزيون على حاجه بتحبيها، بس المهم انك مش ماسكه الموبايل وحاسين ان انت زي ما يكون في نوع من انواع الادمان، وعماله مش قادره ان انت تتخلصي منه. الخطوه الثالثه، لو هتستخدمي موبايل قدامهم وفي حاجه بتعمليها قولي لهم. بمعنى ايه؟ يعني لو انت ماسكه الموبايل هتعملي حاجه في الشغل مهمه، وخاصه لو انت كنت بتعملي معاه حاجه وقررتي انك تمسكي الموبايل، قولي له انا هعمل حاجه في الشغل، هبعت ايميل وهاجي لك تاني، بس مهم قوي ان انا ارد على الايميل ده، عشان يحس ان الوقت اللي انت بتستخدمي فيه الموبايل مش مستخدماه علشان تقعدي على السوشيال ميديا او تعملي جيمنج او ان انت بتضيعي وقت وخلاص. لا، انت بتستخدمي لحاجات تانية. ومهم قوي ان هو يعرف ان الموبايل او التكنولوجي ديت مش بس معموله عشان الجيمنج والسوشيال ميديا، لا ده في حاجات مهمه ممكن نعملها بيها. زي مثلا، لا اصل انا عندي كورس مهم باخده على الموبايل، تنادي بنتك وتقعدوا سوا تقول لها ايه رايك انا بفكر اشتري ده لبابا، وتتفرجوا على حاجات سوا ان انتوا هتشتروها. بس هو ما يحسش ان انت قاعده غرقانه باظه في موبايل ومش عارفه انت بتعملي ايه بالساعات. وبيكون مثلا ان انت قاعده فعلا بجد بتشوفي اذا كانت حاجات المدرسه بتاعتهم او حاجات عايزه تشتريها او كده، ما يحسش ان ماما قاعده طول الفتره ديت على الموبايل ما بتعملش حاجه، وليه انا ما بعملش زيها. انت ما بتحاوليش ان انت تحاولي تكوني ان انت ام مثاليه، وما فيش حد مثالي، وكلنا ساعات بنقعد على الموبايلات بوقت طويل. بس احنا بنحاول ان احنا نغير وعينا ووعيهم للشاشات. وصدقيني النظام دوت مش بس هيفيد ولادك، هيفيدك انت كمان كتير جدا، انك تقللي وقت الشاشه وتحسني وقتك انك تعملي بيه حاجات تانية. مهم قوي ان اولادنا يشوفونا ان احنا كمان واعيين بنفس القواعد والطلبات اللي احنا بنطلبها منهم. انا مش هنسى ابدا الام اللي حكت لي ان هي بتعاني مع جوزها ان هي تقنعه ان هو يبطل روبلوكس، وبيقعد يلعبها بالساعات قدام الولاد، والولاد عاملين يقولوا لها لا هي ما فيهاش حاجه ومش وحشه، ويا مهما اتكلمت معاه قال لها انا صح وانا الكبير، ومش مهم ان هم يعملوا زيي، وانا اعمل اللي انا عايزه، وهم مش لازم ان هم يقلدوني. صراحه كانت مشكله كبيره جدا هي بتعدي بيها، وفعلا ولادها مصرين ان هم يعملوا زي باباهم، وان ما دام هو بابا بيعملها يبقى اكيد هي مش غلط واكيد هي كويسه، وان طبعا امهم هي يعني الباد جاي في القصه، يعني الشريره اللي هي عايزه تمنعهم من روبلوكس اللي بيحبوها. فبيبقى مهم قوي طبعا ان الوعي متكامل على قد ما اقدر من الام والاب. الموضوع ده بيفرق جامد جدا، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا لازم احنا الاثنين نربيهم مع بعض. حتى هي في الاخر اتفقت معايا انه ممكن يبقى يلعب بره البيت، ويبقى يجي بعد ما يخلص اللعب ويقضي المي تايم، وبعدين يجي البيت ما يلعبهاش. يعني المهم ان هو ما يكونش بيلعبها جوه البيت. ودي فكره برده مش بطاله لو حاسين ان احنا في حاجه مش قادرين نسيطر عليها قوي، او ان احنا نبطلها قدام الولاد. حاجه اخيره احب ان انا اشاركها معاكم، وتطبيق ساعدني جدا بصراحه في موضوع السوشيال ميديا دوت، اسمه
اب لوك. التطبيق ده بتقدري ان انت تختاري عليه التطبيقات اللي انت عايزه ان انت تقفليها، وكمان بتقدري ان انت تحددي عليها ايه الايام اللي تتقفل فيها ومن الساعه كام للساعه كام. بصراحه حلو جدا ومفيد جدا، واحلى حاجه فيه ان هو فري تماما، ومن التطبيقات اللي ساعدتني جدا جدا على ان انا اقلل استخدام الموبايل الغير مفيد بالنسبه لي. ودايما دايما بشارك ولادي المراهقين بالذات لما يبقى في ابلكيشن جديد زي دوت، بقول لهم بصوا انا ده ساعدني ان انا اقلل الوقت اللي بقعده على السكرين، عشان احسسهم ان اللي هم فيه طبيعي، وان احنا لازم يكون في محاولات ان احنا نقلل. او اقول لهم مثلا شفت الاسبوع دوت التراكر بتاعي جه حلو جدا وقللت وقت السكرين بتاعي لساعتين او 3 ساعات في الاسبوع. كل الحاجات ديت حتى لو بتقولها لهم بس كلام بتفرق معاهم جدا وبيأثروا بيها نفسيا جدا، وده والله عن تجربه. وعلشان كمان يحسوا ان القاعده عادله على كل الناس اللي في البيت، صغير وكبير وتين ايجر، كل الناس بتحاول ان هي تقلل من استخدام الموبايلات والشاشات، والوقت اللي هم قاعدينه في البيت مع بعض يكون مهم ان احنا نقضيه مع بعض ونعمل فيه ذكريات جميله، ما يبقاش كل واحد قاعد في القوقعه بتاعته ومحدش عارف حاجه عن التاني. بصراحه احنا بشر مش آلة، واكيد من وقت للتاني هتمسكي الموبايل واكيد هتزهقي، كلنا بيحصل لنا ظروف مختلفه في الحياه، وبقت ساعات الموبايل بقت وسيله تنفيذ دلوقتي، بيحس ان هو بيضيع وقت بيه، بينفذ بيه عن ضغوطات الحياه، بتاخده في عالم تاني غير العالم بتاعه. ده طبيعي ودوت بقى حاجه مكتوبه علينا، بس احنا لازم نحاول على قد ما نقدر، وانا متاكده ان ولادنا بشكل او باخر اكيد بيشوفوا المحاولات دي. ابنك شايفك حتى لو ما قالش حاجه، وهو دوت اللي بيبني الثقه ان انت تبقي ام واعيه وهو حاسس وشايف ده. فدايما خلي الموضوع ده في بالك وانت بتعملي اي قاعده مع ابنك. انت عرفتي وانت هنا، ودي شجاعه كبيره جدا، ومش لازم تكون اي ام لوحدها خالص في موضوع الشاشات ده. لايك وشير مع كل اب وام، اكيد محتاجين ان هم يشوفوه ويعرفوه. منتظراكم في حلقه جديده نتعلم ونحكي حاجه جديده.